لانه قفشه تقدم لضربه الجزاء وهو مش محطوط في الترتيب، المدير الفني نفسه بيبدي اندهاشه. طبقا للائحه قرر النادي الاهلي توقيع عقوبه على محمد مجدي قفشه. انا بقول لك حاجات رسميه مش اجتهاديه، يعني النادي الاهلي قرر توقيع عقوبه على مجدي قفشه. الحاجه الثانيه المهمه اللي كانت لازم تحصل بعد الماتش اللي فات، اللي انا توقعتها لكنها لم تحدث، انه اللعيبه طبعا الماتش بيخلص فكل لعيب بياخد عربيته بيمشي. قال لهم لا، كله في الاتوبيس. نعم، كله في الاتوبيس، كله ركب الاتوبيس، كله راح على غرفه الملابس في النادي الاهلي. وهنا ظهر الوجه الاخر لمارسيل كولر منذ ان اتى الى النادي الاهلي، لانه هو حس، هو يعني بعد ماتش المحله عداها، الماتش كان خارج القاهره، بعد ماتش الاتحاد قال برضه احنا كسبانين 3. ظهر الوجه الاخر، قال انه انا ملاحظ ان في دلع، ملاحظ ان في استهتار، ملاحظ ان في عدم تركيز، وبالتالي ليس لدي لاعب كبير على دكه البدلاء، ليس لدي لاعب كبير على الخروج من القائمه على الاطلاق. هتبقى في عقوبات، هيبقى في استبعاد لاي لعيب ايا كان اسمه في الفريق. وكان اول اجتماع عاصف يجمع ما بين كولر واللاعبين. زي ما بقول لحضرتك، هم دايما لعيبه بعد المباراه بيمشوا بيروحوا، لكنه هو رفض، قال النهارده مش هيعدي كده اعتباطا. وده كان كلامه، وده كويس انت تقف في هذا التوقيت وفي هذه اللحظه لمراجعه حساباتك. اول نقطتين يضيعوا من النادي الاهلي سبحان الله زي السنه اللي فاتت، الاهلي فاز في 6 مباريات واللي عطله برضه كان نادي فيوتشر. انا بحيي جدا نادي فيوتشر، بحيي جدا علي ماهر، لانه بيلعب ب10 لعيبه قدام النادي الاهلي. وفي يوم جميل للنادي الاهلي هنبقى نحكي على قصه كاس العالم بعد شويه. مبروك لفيوتشر، واعتقد النادي الاهلي وما يستحقش اكتر من نقطه في هذا اللقاء، يعني بصراحه، يعني طبقا للاستهتار اللي كان موجود، طبقا للريتم البطيء جدا اللي كان موجود، طبقا لحاله اللامبالاه اللي كانت موجوده. عمرك ما تضمن مباراه ب1-0 ولا ب2-0 ولا حتى ب3-0. وده احنا شفنا يعني اكتر من مباراه، شفنا غزل المحله مع طلائع الجيش، شفنا اكتر من مباراه، شفنا المقاولين العرب مع انبي، وحتى اسوان مع سيراميكا. اسوان رجع 2-2 ولولا هدف في الوقت بدل الضائع انقذ سيراميكا ب3 نقاط. افتقد لاعبو النادي الاهلي التنظيم، افتقدوا التركيز، افتقدوا النظام. في المقابل لاعيبه فيوتشر امنوا بحظوظهم، امنوا بامكانياتهم، امنوا بفرصهم، وبالتالي حقق فيوتشر المراد، وهو على الاقل التعادل مع النادي الاهلي. وخسر الاهلي اول نقطتين